يا دلعو الباكج جون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب تانية إعدادي، برحب بيكم. والنهارده إن شاء الله إحنا في مراجعة شهر إبريل الجزء الأولاني إن شاء الله. وطبعا قبل ما أبدأ في المراجعة بتاعت الشهر إن شاء الله أحب أطمنك وأقول لك إن أنا عملت لك باكج ليلة الامتحان، باكج محترمة جدا لكل طلاب تانية إعدادي إن شاء الله، هتخليك تخش تقفل الامتحان. تعالى بقى كده وركز معايا. بص يا حبيب قلبي، باكج ليلة الامتحان لطلاب بريف 2. مبدئيا كده بالراحه ركز معايا عشان تعرف الباكج دي فيها ايه. اول حاجه هديلك شرح المنهج بالكامل على جزئين، بارت 1 وبارت 2. ركز بقى كده معايا. النقطه الثانيه حل محافظات من كتاب النوت بوك، هحل معاك محافظات لحد ما تشبع وتبقى واقف كده على ارض صلبه. كمان هحل لك اسئله على المنهج بالكامل من اول درس لاخر درس، الاسئله المهمه واسئله التقييمات. وفيديوهات توقعات ليله الامتحان هيكون جزئين، البارت 1 وبارت 2. وكمان هعمل لك لينك زوم، هتدخل معايا اللينك ده في الاخر خالص ان شاء الله عشان تسال في الاسئله اللي واقفه معاك. بكده اكون قدمت لك باكج محترمه جدا ليله الامتحان تليق بينا ان شاء الله وتليق بيك كطالب في تانية اعدادي. طيب كمان لو انت خدت بالك انا عامل لك نار كده، نار يا حبيبي نار. وكمان هقول لك ايه، مراجعه شهر ابريل هديك الجزئين مجانا مع الباكج. يعني النهارده ان شاء الله انا هعمل لك مراجعه شهر ابريل الجزء الاولاني. طب لو انا عايز مراجعه الشهر الجزء الثاني زي ما عملنا كده في شهر مارس، مراجعه الشهر الجزء الثاني والجزء الاولاني هتلاقيهم مع باكج ليله الامتحان. طبعا انت كطالب يا ريت تبقى مشغل دماغك كده شويه ومركز كده معايا، وتبقى عارف ان اصلا بعد امتحان شهر ابريل على طول بالاسبوع هيبقى عندك ليله الامتحان، فانت تلحق وتشترك في باكج ليله الامتحان من دلوقتي. ممنوع حضرتك تزن وترن، ممنوع تزن وترن يا باشا، تمام؟ كل اللي هتعمله انك حضرتك هتحول المبلغ 130 على الرقم اللي قدامك ده 01 عشان الناس اللي مش شايفه، 0155 4822 405، وتتاكد ان هو باسم سواء انستا باي او فودافون كاش، وتبعت لنا السكرين على رقم الواتساب. هنضيفك في قناه على التليجرام اسمها باكج ليله الامتحان بريب 2، هيكون عليها ان شاء الله مراجعه شهر ابريل الجزء الاول والثاني، وهيكون عليها باكج ليله الامتحان. وكده انت مش محتاج اي حاجه تاني يا فنان. معلش اني طولت عليكم، اديني فهمتك كل التفاصيل وفهمتك الدنيا هتكون ماشيه ازاي. اللي عمال تجري الفيديو مش قادر تصبر، وحضر الورقه والقلم بتوعك ويلا بينا نشتغل في مراجعه شهر ابريل الجزء الاولاني. يلا بينا بقى ان شاء الله نكمل مع بعض. خلي بالك كده مراجعه الشهر اللي فات كانت من كتاب الاسسمنت، والنهارده برضو المراجعه بتاعتنا من كتاب الاسسمنت. هنبدا من اول الجيومتري، من اول يونت 3 ان شاء الله، اللي هم ال8 ليسونز بتوع الجيومتري. ركز بقى كده معايا. اول درس معانا كان اسمه الاكسيومز اوف انيكواليتي، كان بيتكلم عن حاجات خاصه بالانيكواليتي. يا ريت بقى تركز معايا. طبعا لو كتاب الاسسمنت معاك وانت اكيد مستلمه، يا ريت تفتح الكتاب معايا وتفتحه على ليسون 1 يونت 3 اكسيومز اوف انيكواليتي، تمام؟ وما تخافش لو في حاجه مش واضحه، انا كده كده هوضح لك كل حاجه. طيب في حاجه مهمه كده عايزك تكون عارفها. تعالى بقى ركز كده مع بعض على طول ونحل يا باشا. بص يا سيدي، اول سؤال وده سؤال مشهور جدا، بيقول لك in the opposite figure. ركز بقى، بيقول لك لو البوينت A و B و C و D دول كولينير، يعني على نفس اللاين A و B و C و D زي ما انت شايف كده، وريت تركز معايا. تعالى بقى كده ركز معايا، يلا بينا. بيقول لك ال AB less than DC، ال AB دي less than DC دي. طيب بيقول لك بروف ذات ان DB greater than AC، بروف ذات ان DB كلها greater than AC. انا هقول له ايه؟ طبعا دي البروف بتاعها سهله جدا. هقول له سنس ان ال AB less than DC، ماشي يا مستر، تمام؟ واقول له ادنج، هضيف مين للناحيتين؟ هضيف البي سي دي تو بوث سايدز، ادنج بي سي تو بوث سايدز. ركز بقى كده معايا. طبعا الاي بي اروح بمنتهى البساطه كده ماسك الاي بي واقول لها هضيف لك بي سي، وامسك الدي سي واضيف لها بي سي. احنا خدنا طالما نفس اللي هتضيفه في الناحيتين يبقى دي مش هتتغير، تبقى زي ما هي. افتكر كده معايا وركز معايا يا ولد. طيب اي بي نحط عليها بي سي، اي بي نحط عليها بي سي، هيدينا اي سي كلها، تمام؟ ليه ازاي؟ ركز بقى كده معايا. عندك دي سي بلس بي سي، دي سي بلس بي سي هيديك، ركز بقى كده معايا، هيديك دي بي، دي بي او
وهو ده اللي كان عايز يثبته، كان عايز يثبت ان الدي بي جريتر ذان اي سي، ما فعلا الدي بي جريتر ذان اي سي اهي. خلاص وكده السؤال ده خلص يا حبيب قلبي. طيب طبعا كانت الفكره بتاعته مشهوره جدا. طيب الرسمه اللي قدام حضرتك دي ده ستريت لاين اهو زي ما انت شايف، ودي ب 30 ودي ب 80 تمام، وهو عايز يعمل، طبعا انا هقدر اجيب الانجل دي في ثانيه، ما دي 80 ودي 30. هجيب الانجل دي ازاي؟ هقول له ميجر اوف انجل اي اي سي. افتكر ان احنا بنراجع مش بنشرح من الاول. لو حضرتك عندك اي مشكله في اي ليسون في الجيومتري، مثلا ده اول درس اسمه الاكزيومز اوف انيكواليتي، خش على البلاي ليست بتاعت التشانل على اليوتيوب واتفرج على اول درس، او خش اشتراك الثلاثه كورس بتوع منهج تاني اعدادي بالكامل اللي بسعرهم 250 بدل 600، منهج بالكامل شرح وحل واجب وامتحانات، وابدا ذاكر الليسونز اللي واقفه معاك، لسه عندك فرصه. طيب ميجر اوف انجل اي اي سي عشان اجيبها هعمل 180 ماينس اوبن براكت 80 بلس 30، يبقى الاجابه في الاخر 70، يبقى دي بكام؟ ب 70. خلاص. طيب بيقول لك بروف ذات ان ميجر اوف انجل دي اي سي، خلي بالك بقى دي اي سي اللي هي دي كلها اهو، بص كده ركز معايا، دي اي سي اللي هي دي كلها جريتر ذان بي اي اي. طب ما من الاخر كده انت هتعمل ايه؟ انت هتقول له سنس ان ميجر اوف انجل دي اي جريتر ذان سي اي بي، دي اي. سؤال سهل جدا بس ممكن تبقى مشكلتك في الكتابه. جريتر ذان ميجر اوف انجل سي اي بي اللي هو جريتر ذان الانجل دي. ركز بقى معايا الله يكرمك. طيب وانت هتروح تعمل ادنج، بس المره دي انت هتضيف انجل. هتادنج مين؟ هتادنج الانجل دي، انجل اي اي سي، انجل اي اي سي تو بوث سايدز. طب ما انت لما تضيف انجل اي اي سي للناحيتين هيبقى الانجل دي لما تضيف لها الانجل دي هتبقى الانجل دي كلها. وانت مالك عمال تحركي ليه كده؟ هيبقى الانجل دي كلها اهي، هيبقى اسمها سي اي دي اهي او دي اي سي. طب ولما تمسك الانجل دي تضيف لها الانجل دي هتبقى اسمها اي اي بي اهي، وفعلا هيبقى دي اكبر من دي. يبقى انت بعد ما تقول له ادنج هتقول له زن ان ميجر اوف انجل دي اي سي جريتر ذان ميجر اوف انجل بي اي اي. يا ريت تعلي الكواليتي بتاعت الفيديو، تعمل زوم، هتبقى ان شاء الله شايف كويس. طيب عشان اللي مصور كتاب الاسسمنت ده مبهدل الكتاب شويه. طيب ادي مسائل اهي اكتر، يعني مثلا ممكن نشوف السؤال ده مع بعض. معاك ترينجل اي بي سي ويقول لك ان الاي اي قد الاي بي، يبقى انا وانا مغمض عرفت ان الانجل دي قد الانجل دي. خلاص يا مستر. عايز يعمل بروف ان اي بي اي، كل المسائل دي حليناها قبل كده، جريتر ذان ميجر اوف انجل سي. عايز يعمل بروف ان الانجل دي اكبر من الانجل دي. طيب بص يا سيدي، مبدئيا افكرك بحاجه، الانجل دي يا حبيب قلبي انا ماشي معاك بالترتيب اهي، اسمها اكستيريور عن الترينجل ده، انجل اسمها اكستيريور خارجه اهو، سنس ان انجل اي مالها اكستيريور انجل اوف ترينجل اي سي بي. تمام قوي يا مستر. يبقى زن ان ميجر اوف انجل اي اي بي اللي هي الانجل دي اي اي بي جريتر ذان ميجر اوف انجل سي. عرفت منين يا مستر؟ انت بتهبد ولا ايه؟ لا يا حبيبي، اي انجل اكستيريور لازم تبقى اكبر من اي انجل انتيريور اكسبت الادجيسنت اللي هي دي الادجيسنت اهي. يعني لازم الانجل دي تكون اكبر من الانجل دي، طالما اكستيريور تبقى اكبر من الانجل دي، واسمي دي نمبر 1. كده احنا وصلنا مع بعض ان دي اكبر من دي. طب ما طالما دي قد دي يبقى زي ما دي اكبر من دي يبقى دي اكبر من دي. يبقى انا اقول له ايه؟ since ان measure of angle ABE equal measure of angle AEB، واسميها نمبر 2. from 1 و 2 ايه اللي انا هستفيده؟ طالما دي اكبر من دي ودي قد دي يبقى دي اكبر من دي، يبقى then measure of angle ABE greater than measure of angle C، وهو ده المطلوب اهو. مسألة جميلة جدا، اتمنى ان حضرتك تحلها لوحدك، توقف الفيديو وتحلها لوحدك. طيب دلوقتي بقى بنخش مع بعض على ليسون اسمه الانيكواليتي ان تو ترينجلز. تعال نشوف مع بعض، ده كان درس سهل جدا، لما حتى كنا بنحل عليه كانت الدنيا الحمد لله بسيطة يعني. طيب الدرس ده كان بيتكلم عن ايه؟ تعالى كده افهمك اهو. يلا اظن هنا الاسئلة دي واضحة. بص يا عم، لازم تلاقي سايد قد سايد وسايد تاني قد سايد، يبقى لازم الاقي تو سايدز هنا ايكوال تو سايدز هنا. يبقى كده الانجل الانكلودد اللي بينهم هتكون ديفر، هتكون مختلفه، فعلا مختلفه. هي الانجل اللي بينهم دي 100 وهنا 40.
قال لك الانجل الكبيره يبقى السايد اللي قصادها هو الكبير، والانجل الصغيره السايد اللي قصادها هو الصغير. يعني دي الانجل الكبيره، يبقى السايد ده هيبقى اكبر من السايد ده، وهو ده المطلوب، ان الاي سي جريتر ذان اي اف. طب انا بقول البروف بتاعها ازاي؟ ها ركز كده معايا. طبعا عايز الاي بي بكام سنتيمتر، او مش بيدينا اصلا سنتيمتر، او مش عارف هو عايز مننا. طيب المهم ان انت فهمت الفكره يعني. طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ معاك اي بي سي ترينجل، مديك انجل ايه وانجل بي، بيقول لك رتب السايدز. عشان ترتب السايدز لازم يبقى معاك الانجلز، عشان ترتب الانجلز يبقى معاك السايدز. انت معاك انجل ب 30 ومعاك انجل ب 70. طب ما انت تقدر تجيب الانجل الثالثه اللي هي انجل سي بكام؟ دي 30 ودي 70، هتعمل 180 وكلهم ب 180 ماينس اوبن براكت 30 بلس 70، يبقى يطلع الانجل الثالثه ب 80 ديجري. رتب الانجلز، مين اصغر انجل؟ انجل ايه. مين اكبر شويه؟ بي. مين اكبر خالص؟ سي. هو عايز يرتب ايه بقى؟ ركز، عايز يرتب ديسندنج، يبقى نبدا بالكبير. يبقى ميجر اوف انجل سي هي الكبيره اكبر من ميجر اوف انجل بي اكبر من ميجر اوف انجل ايه. الله عليك يا مستر، كلام جامد. طيب ميجر اوف انجل سي دي، ميجر اوف انجل سي دي اللي هي 80 ديجري جريتر ذان ميجر اوف انجل بي، ميجر اوف انجل بي اللي هي ب 70 جريتر ذان ميجر اوف انجل ايه اللي هي 30. خلاص. طيب هو بقى عايزك ترتب السايدز. انا بقى فاهمك حاجه بقى مهمه جدا، يا رب تكون فاهم. بص يا عم الحاج، امسح ده كده خالص، انا بس كنت بفهمك حاجه. مش انجل سي هي الكبيره؟ خد الرمزين التانيين. يعني انت لو عندك اكبر انجل في الترينجل سي يبقى السايد الكبير اي بي. طب لو اكبر انجل بي السايد الكبير اي سي. اخلص بقى، يبقى هنا انجل سي يبقى هنا اي بي جريتر ذان، هنا انجل بي يبقى اي سي، هنا انجل اي يبقى بي سي. كده انت رتبت السايدز اهو. خلاص. طيب مسائل اللي بحلها معاك مسائل مهمه جدا وبتيجي في الامتحانات، فيا ريت تبقى محترم. انت محترم بس تبقى محترم في المذاكره يعني. طيب تعال، بيقول لك A B C D is a quadrilateral. quadrilateral يعني من 4 sides، من 4 sides. طيب انا هرسم شكل من 4 sides، اي شكل يا عم اهو يا عم. A B C D كواد من 4 sides. معرفش بقى هو سكوير رومبس ريكتانجل مش فارقه، المهم ان هو من 4 sides كواد. ركز معايا. الاي بي ب 7، الاي بي ب 7 سنتيمتر، 7 اهو. البي سي ب 4، عينيا وحياة عينيا. السي دي ب 5. وعد مني احل لك المسائل اللي انت محتاجها بس المهمه فقط. عايز يعمل بروف ان انجل اي بي سي، بص ما شاء الله بقيت اعمل معاك ايه؟ بيدينا سؤال احنا اللي نرسمه واحنا اللي نحله. بروف ذات اللي ميجر انجل اي بي سي، عايز يعمل بروف ان الانجل دي كلها جريتر ذان اي دي سي، اكبر من الانجل دي. طيب عمرك ما تعرف تحل المساله دي كده نهائي، لازم تعمل عمل يا مستر. هتعمل لي عمل؟ لا يا حبيبي مش اللي في دماغك. هنوصل ده كده. ليه؟ انا عرفت منين؟ طب ليه ما وصلتش ده؟ حبيبي عشان هو طالب ان الانجل دي اكبر من الانجل دي فعملت الخط من هنا. لو كان عايز يثبت ان دي اللي اكبر من دي كنت هعمل الخط السايد من هنا. طب انت ليه بتعمل كده؟ عشان انا ما اعرفش اشتغل على كواد، انا اعرف اشتغل على ترينجل. طب انت يلا قول له درو او ماتش درو بي دي او لاين سيجمنت واشتغل البروف عادي خالص. يلا نشتغل في الترينجل اللي فوق الاول اللي هو ده. السايد اي دي اكبر من السايد اي بي. لا نمشي تاتا بالله عليك وحياه ابوك يا عم. سنس ان الاي دي، والله العظيم ما بقولش حاجه صعبه، ده انا بقول حاجات بديهيه اي حد يفهمها. الاي دي اكبر من اي بي. طالما سايد اكبر من سايد يبقى الانجل اكبر من الانجل. يبقى مين الانجل اللي قصاد السايد الكبير اي دي ده؟ الانجل دي اهي. هعمل لها سيركل كبيره ودي سيركل صغنطوطه. مش ده السايد الكبير يبقى دي الانجل الكبير. يبقى زن ميجر اوف انجل ABD greater than measure of angle ADB. ماشي، سميها نمبر 1. ارجع بقى اشتغل سنس في الترينجل اللي تحت بقى بلون تاني يا عم. يلا في الترينجل وقول له كده ان ترينجل دي بي سي، مين السايد الكبير؟ دي سي اكبر من بي سي. دي سي greater than بي سي. تمام؟ يبقى كده الانجل دي جريتر ذان الانجل دي، صح؟ يبقى ميجر اوف انجل سي بي دي جريتر ذان ميجر اوف انجل سي دي بي، او ذن ميجر اوف انجل سي بي دي جريتر ذان ميجر اوف انجل سي دي بي.
سميها نمبر 2. طب ما بالعقل كده يعني، بالعقل ده خلاص، ده اللي عنده عقل بيريح والله وبيرتاح. دي اكبر من دي ودي اكبر من دي، يبقى اكيد الاثنين دول اكبر من الاثنين دول، هو ده اللي عايز يثبته. هقول له ادنج 1 و 2. تكتب ورايا ولا فاكر نفسك قاعد في سينما؟ ادنج 1 و 2 then ان measure of angle ABC greater than measure of angle ADC. خلاص؟ طيب تعال هنا، بيقول لك ايه بمنتهى البساطه، مديك سؤال وبيقول لك اي بي سي ترينجل ومديك انجل ب 130 وانجل ب 100، هو ده السؤال مفيش جيفن تاني. ايه المطلوب؟ عايز يثبت ان الاي سي جريتر ذان اي بي. فين الاي سي؟ اهو. عايز يثبت ان هو جريتر ذان اي بي. هو امتى ده يبقى اكبر من ده؟ لو الانجل دي اكبر من الانجل دي. طب ما هو الانجل دي بكام؟ مش دي ستريت انجل، ده 100 يبقى دي 80. طب ما دي 130 يبقى دي 50. طب ما دي اكبر من دي فعلا، يبقى السايد ده اكبر من السايد ده. مستر اكتبها ازاي؟ بالراحه كده. اول حاجه هتروح تجيب الانجل دي، هتقول له ميجر اوف انجل اي بي سي ايكوال 180 ماينس 100 ايكوال 80، وتروح تجيب الانجل دي اي سي بي ايكوال 180 ماينس 130 ايكوال 50. كده بقى معاك الانجل دي ومعاك الانجل دي. قول له سنس ان الانجل دي جريتر ذان الانجل دي، يبقى الاي سي جريتر ذان الاي بي. دي بتتلكك. دي ده لو بص، لو نفخت فيها هتوقع اللاينز. طيب خلاص، تعالى هنا اهو نحل مساله زي دي. بيقول لك in the following figures، عايز كل البوسيبل فاليوز بتاعت الاكس، نفس اسئله الكتاب المعاصر اللي انا كنت عمال اشرحها، مش اللي كنت عمال انزل لك في الجيومتري ليسون 1 ليسون 2 ليسون 3، نفس الاسئله. تعالى هنا نشوف. اول حاجه هقول له in two triangles، مين هما؟ دي اف دي اي اف و اي بي سي. مالهم بقى؟ مبدئيا عندك هو مين الاي ومين الاف؟ عشان مش فاهم حاجه، هنعتبر دي الاي وخلاص. ماشي يلا، دي اف ايكوال بي سي. عرفت منين هو اللي قايل؟ لو اعمل لك ان دي قد دي، يلا وده قد ده، يبقى اي بي ايكوال اي دي. صح؟ يبقى فين الانجل اللي بينهم؟ اهي الانجل اللي بينهم مختلفه اهي. صح؟ وهتقول له ان ميجر اوف انجل بي جريتر ذان ميجر اوف انجل دي، يبقى اكيد السايد ده اكبر من السايد ده، يبقى زن اي سي جريتر ذان اي اف. شفت الدلع؟ يبقى ال 12 جريتر ذان اكس بلس 3. في ناس بتتلخبط كده، يعني اكس بلس 3 ليس ذان 12، هي اطرد ال 3 يبقى الاكس ليس ذان 12 ماينس 3 اللي هي 9. كده انت ما خلصتش. ليه يا مستر؟ عشان حضرتك ما ينفعش تنسى ابدا في حياتك دي كلها، تمام، انك المفروض لازم تبقى عارف ان السم اوف اني تو سايدز يكون جريتر ذان الثيرد سايد. طب هو مش بيديني حاجه صح؟ هو ثانيه واحده ده ب 12 ماشي؟ فين اي سي ب 12 ماشي؟ لا هو مش مدينا، يعني المفروض بقى ايه؟ لو هو كان مديك سايدز، لو هو كان مديك الاثنين سايدز التانيين هتقول له ان السم بتاعهم جريتر ذان. يعني مثلا لو هو مديك السايد ده ومديك السايد ده، لو هو سوري مديك السايد ده ومديك السايد ده، تقول له السم بتاعهم جريتر ذان السايد ده. بس خلاص كده، خلاص تمام. طيب دلوقتي بقى انت بتدخل معايا على، سيبك طبعا من ترقيم الدروس بتاعته عشان هو بيرقمها بطريقه متخلفه شويه، سوري يعني. انت عندك بقى الجزء اللي بعده، انت عندك الانيكواليتي بتاعت الترينجلز والاكزيومز بتاعت الترينجلز كده الحمد لله خلصت. طيب نخش بعد كده بقى على البربنديكولار بروجيكشنز اند ايكليديان. طيب تعالى بقى ركز معايا، الخص لك ايكليديان كلها من الرسمه دي. بالله عليك يا اخي ركز. لو معاك ترينجل رايت اهو، الترينجل الكبير ده رايت، انا كلامي واضح اهو، بسط لك الدنيا على الاخر. ده ترينجل رايت اهو، رايت ات ايه؟ رايت ات ايه؟ يعني انجل ايه هي اللي رايت. الكلام سهل جدا. يبقى اول حاجه ان انا معايا ترينجل اسمه اي بي سي رايت ات ايه. النقطه الثانيه نازل منه بروجيكشن اهو، اي دي نازله بيربنديكولار اهو، يبقى انا عندي الاي دي اهي بيربنديكولار على البي سي. طالما عندك ترينجل رايت ونازل منه بيربنديكولار، انا كلامي واضح، طالما عندك ترينجل رايت ونازل منه بيربنديكولار، طالما عندك ترينجل رايت ونازل منه بيربنديكولار، عندك الحاجتين دول حصلوا، يبقى انت تقدر تستخدم ايكليديان سيرم. طب ركز بقى معايا جدا 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 بقى، استخدم ايكليديان سيرم ازاي؟
قال لك بمنتهى البساطه لو عاوز تجيب، انا هقول لك القوانين كلها بقى. لو عايز تجيب الاي سي، لا لو عايز تجيب الاي سي سكويرد طبعا وتبقى تاخد سكوير روت في الاخر، تاخد البارت سي دي في الهول، يبقى سي دي تايمز سي بي. طب لو عايز تاخد الاي بي سكويرد اللي هو ده، هتاخد البارت بي دي في الهول بي سي، بي دي تايمز هول بي سي. اما لو حضرتك عايز تجيب الاي دي سكويرد اللي هو ده، هتاخد البارت دي سي في البارت دي بي، بارت في بارت، دي سي تايمز دي بي. واخيرا عندك قانون تاني بيجيب لك الاي دي من غير باور 2. ركز بقى كده، قانون بيجيب لك الاي دي باور 2 اهو على طول. بتاخد السايد ده تايمز السايد ده اوفر السايد ده، اوعى تتلخبط، احنا شارحين قبل كده. يبقى اي سي تايمز اي بي اوفر بي سي. ما تنساش ان انت ممكن تودي دي بالتايمز هناك، صح؟ اهي القوانين اهي على فكره، والاي دي اهو اي سي تايمز اي بي اوفر بي سي. ما تنساش ان انت ممكن تودي دي بالتايمز، فيبقى عندك اي دي تايمز بي سي اهو، عملت دول تايمز بعض، ايكوال اي سي تايمز اي بي، ايكوال اي سي تايمز اي بي. ماشي كده؟ قوانين ايكليديان ثيرم كلها معاك، ولكن مش عاوزك تنسى ان انت تقدر تستخدم بايثاغورس برضو. شوف بقى، لو عايز تكتب تاخد سكرين، اعمل اللي انت عايزه خلاص. ماشي. ما تنساش ان انت تقدر تستخدم بايثاغورس في الترينجل الصغير او الكبير او الترينجل الكبير خالص. ازاي بقى؟ ده هيبوتنس وده سايد وده سايد، فما تنساش ان حضرتك لازم تبقى عارف ان ممكن تقول ان دي سي سكويرد بلس اي دي سكويرد ايكوال الهايبوتنس اللي هو اي سي سكويرد اللي هو ده. تمام؟ ولو انت اصلا من البدايه خالص، لو انت من البدايه خالص عاوز تجيب مثلا ده لوحده الدي سي سكويرد، فبتعمل ماينس. يعني لو انت عايز تجيب دي سي سكويرد لوحده، بتاخد الهايبوتنس ده عشان هو اللي قدام الرايت اهو، يبقى تاخد الاي سي سكويرد ماينس اي دي سكويرد. يعني ما تنساش تشتغل في الكلام ده. وما تنساش لو انت اشتغلت في الترينجل الكبير ان هيبقى ده سكويرد بلس ده سكويرد ايكوال ده سكويرد. كل دي حاجات انا بخاطب بيها الطلبه اللي كانت بتذاكر. طيب مستر ازاي بقى اجيب اللينس بتاع البروجيكشن؟ تعالى بقى نحل السؤال ده عشان ده مهم جدا جدا جدا. بص حضرتك، معاك ده 15 ومعاك ده 20. ما تنساش يا اخي الكريم ان انت تقدر تجيب ده ببايثاغورس، ما هو ده هايبوتنس اهو في الترينجل الكبير. يبقى انا لو انا عايز اجيب البي سي، فاكر كنا بنعمل ايه؟ سكوير روت براكت باور 2 براكت باور 2. اسال نفسي سؤال، لو بجيب هايبوتنس هعمل بلس، لو بجيب سايد عادي هعمل ماينس. انا بجيب هايبوتنس ولا سايد؟ انا بجيب هايبوتنس، يبقى اعمل بلس. احط هنا 20 احط هنا 15. تمام؟ في مشكله كده؟ 25 يبقى ده ب 25. ما تنساش كده نقدر نجاوب على الاسئله من غير مشاكل. كده طبعا حضرتك الحمد لله رحت جبت السايد الثالث، خلاص انت معاك بايثاغورس 2 سايدز، جبت السايد الثالث. تعالى نشتغل على النظافه بقى. هو عاوز اللينس، خلي بالك بقى في فرق ان انا اقول لك بروجيكشن كذا على كذا واقول لك اللينس بروجيكشن كذا على كذا، بتقول لي كذا اي بي بي سي وتسكت. لكن اللينس دي لو لقيتها يبقى تقول لي اللينس الناتج بقى النمبر يعني. طيب هو عايز اللينس اوف بروجيكشن اي سي، عشان لو هي مش واضحه ام بي سي، اي سي على البي سي. بالراحه بقى كده، معلش انا استاذنك همسح ده، واحنا كده كده عرفنا ان ده ب 25 خلاص. هو عايز ايه؟ اي سي اون بي سي. ادي ده الاي سي اهو، اون بي سي اهو، ده البي سي. يعني الاي سي هيقع على البي سي، السي كده كده واقعه، والاي هتنزل تبقى دي، يبقى الاجابه سي دي. الاجابه ايه؟ سي دي. مستر السي دي مش معايا اصلا. حبيبي المحترم، ما انت تقدر تجيب الاي دي باوكليديان وتقدر تجيب الدي سي باوكليديان. ازاي؟ تعالى افكرك بس ركز معايا. مش انت ممكن تستخدم قانون اي سي سكويرد؟ يا رب تفهم الفكره، اللي هو ده اي سي سكويرد ايكوال بارت اللي هو سي دي تايمز هول اللي هو سي بي. انا كده عندي مشكله، لسه القانون كاتبه حالا. لو انت مش واخد بالك يبقى انت مش مركز. طيب الاي سي ب 15 يبقى 15 باور 2 ايكوال السي دي ما اعرفوش تايمز السي بي كله ب 25. اروح اجيب السي دي ازاي؟
هعمل ده ديفايدد ده اللي بره ديفايدد اللي جوه، يبقى 15 باور 2 ديفايدد 25. تطلع معايا ايه؟ تعالى كده انا هحسبها لك، انت اعملها بالاله، انت مالكش دعوه بيا. ديك 9 يبقى دي ب 9. دي لو ب 9 يبقى الحته الباقيه دي 16 عشان يبقى كلهم 25. اوبا. طب ما نيجي نجيب الاي دي بالمره عشان يبقى جبنا كل حاجه. الاي دي تقدر تجيبها بطريقتين والطريقتين ينفعوا. تقدر تجيبها عن طريق القانون اللي هو اي دي سكويرد، اللي هو عباره عن دي سي تايمز دي بي. دي سي، بص بقى انا حليت معاك كل الافكار، تايمز دي بي الحمد لله. يبقى 9 تايمز 16 هتحسبهم هيديك 144. ما تنساش بقى ان انت لو عايز تجيب الاي دي بس هتاخد سكوير روت 144، يبقى الاجابه 12. يا مستر ماشي، الاجابه 12 خلاص، يبقى الاي دي ب 12. في حل تاني، تعمل 15 تايمز 20 اوفر 25. 15 تايمز 20 اوفر 25 هيديك 12 برضه، عشان هنا ديفايدد 5 ب 4 ديفايدد 5 ب 5 ديفايدد 5 ب 3 ديفايدد 5 ب 1 هيديك 12 في الاخر. خلاص طيب، يبقى السي دي هنا الاجابه اللي هي هتطلع 9. طب عايز اي بي على البي سي. اي بي على البي سي، تعالى كده نشوف. اي بي على البي سي، البي كده كده واقعه والاي هتبقى دي، يبقى كانه عايز بي دي، يبقى تقول له بي دي ايكوال 16. هنا هو عايز يبقى عايز اي دي اهو، اكتبها لك على اون بي سي. ركز بقى كده معايا الله يكرمك. اي دي اون بي سي، ادي ده الاي دي اهو اون بي سي. اوبا، اي دي ده بيربنديكولر. تاني اي دي ده هقولها 50 مره، اي دي ده بيربنديكولر بيربنديكولر بيربنديكولر. طالما بيربنديكولر يبقى البروجيكشن بتاعه يديك البوينت دي، هيديك بوينت دي. الاجابه ايه؟ الاجابه زي ما انا بقول لك كده بوينت دي، بس هو عايز اللينس يبقى زيرو لان البوينت بتاع اللينس بتاع البوينت زيرو. خلي بالك اي لاين سيجمنت عايز تجيب لها بروجيكشن لو هي بيربنديكولر البروجيكشن بتاعها بتكون بوينت. طب لو هي بارلل بتبقى لاين سيجمنت عادي، بس بيبقى اللينس بتاع اللاين سيجمنت ايكوال اللينس بتاع البروجيكشن. طيب لو البروجيكشن بتاع بوينت البيربنديكولر، طب لو البوينت بيلونج للستريت لاين، يعني لو قال لك عايز بروجيكشن بتاع بوينت ايه هي بيلونج لللاين نفسه، يعني هي موجوده على اللاين ال نفسه، يبقى البروجيكشن بتاعها هتكتب كده في الامتحان ذا سيم بوينت ايه، ده على اساس ان هي اسمها ايه يعني. لو بي ذا سيم بوينت بي. طيب اظن ظبطنا درس البروجيكشن كويس يعني الحمد لله. تمام. بيبقوا في بتوع امبارح. السؤال ده مهم فممكن اقول لك فكرته كده سريعا. حضرتك معاك ده ومعاك ده، هتروح تجيب ده بايثاغورس من الترينجل اللي تحت اهو، تعمل سكوير روت 7 باور 2 بلس 24 باور 2. طب حضرتك بقى معاك ده ومعاك ده، ما انت تقدر تجيب ده، تقدر تجيب التوتال كله، ولما تجيب التوتال هتجيب ده وبالتالي هتجيب ده وهتجيب كل حاجه عادي. تمام. طيب طبعا دي موديلنج، نفس الاسئله متكرره تاني. تمام. طيب تعال نشوف بقى درس السيركل اللي هو كان درس من اسهل الدروس في المنهج اللي ما فيهوش حاجه. كان بيقول لك قانونين، قانون الاريا باي ار سكويرد، لو عايز تجيب الاريا باي ار سكويرد. الباي دي يا اما بتسيبها باي، يا اما تشيلها وتحط 22 اوفر 7، يا اما تشيلها وتحط 3.14 حسب ما يقول لك. والار اللي هو الراديوس، لو اداك الديامتر بتعمل له ديفايدد 2 تجيب الار على طول. طيب عندك قانون السيركمفرنس بقى اللي هو سي، قانونين، يا 2 باي ار، هو قانون واحد يعني، يا اما 2 ار دي اللي هي دي اصلا، يا اما باي دي. استخدم اللي يريحك. دي كده يا باشا ملخص قوانين السيركل كلها. تمام. طيب كده كده هنحل عليهم ما تقلقش، بس يبقى مره واحده. طيب عندك بقى الرايت سيركولار اند رايت بريزم، السيركولار سلندر والرايت بريزم. تعالى كده اوريك بقى، تعالى الخص لك القوانين بتاعتهم الاول. بص يا سيدي بمنتهى البساطه كده، ركز معايا. نبدا بالاول بالسلندر اهي. لازم حضرتك تبقى عارف ان السلندر دي ليها فوليوم، الفوليوم هيبقى باي ار سكويرد اتش، تاخد الاريا بتاعت البيز تايمز الهايت. ده قانون، اكتب حتى عندك فوليوم بتاع اي حاجه بيز اريا تايمز هايت. طب لو حضرتك عايز اللاترال اريا، اللاترال اريا
ركز بقى. تمام؟ اللاترال اريا هيبقى عباره عن، ركز بقى كده معايا، هيبقى عباره عن 2 باي ار اتش. ماشي. اللي هي عباره عن السيركمفرنس في الهايت اللي هو البريمتر تايمز الهايت. طب لو عايز السيرفيس اريا اللي هو التوتال اريا هو تاخد اللاترال اللي هي 2 باي ار اتش تعمل لها بلس توايس الاريا بتاعت البيز اللي هي 2 باي ار سكويرد. نقول تاني، دي قوانين السلندر كلها. نقول تاني، الفوليوم باي ار سكويرد اتش. تاني، الفوليوم باي ار سكويرد اتش. هيجي مساله يقول لك فايند ذا فوليوم اوف سلندر، الراديوس بتاعها 5، تروح منزل باي تايمز 5 بار 2 ويقول لك الهايت ب 7 مثلا تايمز الهايت. طب اللاترال اريا 2 باي ار سكوير 2 باي ار اتش. طب السيرفيس اريا او التوتال اريا 2 باي ار اتش بلس 2 باي ار سكويرد. خلصنا يا عم؟ تعالى نحل عليها واحده. معاك رايت سيركولار سلندر، عشان تحل اي مساله فيها رايت سيركولار سلندر يكون معاك راديوس وهايت. بيقول لك البيز ديامتر 12 يبقى الراديوس ب 6، الهايت ب 8 يبقى الاتش ب 8. كده هقدر اجاوب على اي سؤال مهما يكون. عايز الفوليوم، خلاص باي ار سكوير اتش. هو قال لك الباي ب 3.14 اهو بيقول لك يبقى 3.14. شغل اهبل. الار بكام؟ ادي 6 باور 2. ما شاء الله اسئله مضمونه. تايمز الهايت 8 وعوض. عايز تجيب اللاتر اكتب القانون اللي لسه كاتبه لك وعوض، التوتال اكتب القانون وعوض. طيب البريزم بقى الرايت بريزم او البريزم عامه. بص بقى نفس الكلام. عشان حضرتك تروح تجيب الفوليوم بتاع البريزم هتاخد البيز اريا تايمز هايت ايا كانت بقى البيز اريا على شكل ايه. بيز اريا تايمز هايت. ممكن تبقى البيز اريا على شكل ترينجل، ممكن تبقى البيز اريا على شكل سكوير، على حسب بقى شكل ريكتانجل. المهم تشتغل يعني بيز اريا تايمز هايت. طب عايز اجيب اللاترال، يبقى البي البريمتر بتاع الاريا تايمز الهايت. واحل معاك دلوقتي اوريك. طب التوتال او السيرفيس اريا اس دوت ايه يبقى عباره عن البريمتر بتاعت الاريا تايمز الهايت بلس توايس الاريا بتاعت البيز. قانون واحد ما بيتغيرش. تعال نحل. يلا. بيقول لك معاك رايت ترينجولار بريزم، يبقى كده ده البيز بتاعته على شكل ترينجل. طيب الهايت ب 10 ده الاتش، وهو اللي مديك الفوليوم في وعاوز الاريا. طب ما انا هكتب القانون. الفوليوم عباره عن الاريا بتاعت البيز اهو او البيز اريا، الاريا بتاعت البيز اهو الصعب تايمز الهايت. مفيش اسهل من كده. الفوليوم ده بكام؟ 120. ادي 120 ايكوال الاريا بتاعت البيز بكام؟ الاريا بتاعت البيز هو عاوزها تايمز الهايت بكام؟ 10. اجيب ده ازاي؟ اعمل 120 ديفايدد 10 يبقى الاريا 120 اوفر 10 اللي هي 12. شكرا. طيب تعالى هنا اهو. معاك رايت كوادريلاترال بريزم، يبقى البيز بتاعته على شكل سكوير. الحمد لله. السايد لينس ب 8 والهايت ب 10. هو عايز الفوليوم والتوتال اريا. الناس يا لهوي مساله صعبه، حل ازاي مش عارف. بص بقى موضوع اهبل خالص. عايز الفوليوم. انا بيصعب عليا الناس اللي بتسيب المسائل دي. اريا بتاعت البيز تايمز هايت. مين الاريا بتاعت البيز؟ ما هو قال لك البيز على شكل سكوير. ده انت لو جبت عيل في اولى ابتدائي يجيب لك اريا بتاعت السكوير. سايد لينس ب 8 يبقى الاريا بتاعت البيز اللي هي على شكل سكوير 8 تايمز 8. سايد في نفسه 64. يبقى شيل الاريا دي وحط 64 تايمز الهايت ب 10. انت عايز ايه تاني من الدنيا؟ يبقى 640. شكرا. سنتيمتر كيوب ده عشان ده فوليوم. عايز التوتال اريا. هتمسك البريمتر بتاع البيز. اجيبه ازاي؟ تعمل سايد تايمز 4. 8 تايمز 4 8 تايمز 4 32. انا بمليك اهو 32 تايمز الهايت اللي هو 10 بلس 2 تايمز الاريا بتاعت البيز اللي هي 64 وشكرا. تمام؟ طيب هتلاقي نفسك ان شاء الله بتحل اسئله بمنتهى البساطه. تعال اهو. ذا سيركمفرنس، معلش لو مش باين انا بقرا لك. ذا سيركمفرنس اوف سيركل الديامتر ب 20. عايز السيركمفرنس، طالما مديك الديامتر استخدم القانون ده على طول. باي دي الدي ب 20 يبقى 20 باي. شكرا. واحد بقى يروح يجيب الار ويستخدم 2 باي ار عادي، بس ليه اللفه؟ طيب بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر الاي بي ب 6 ده ب 6
وده ب 8 وهو عايز الاريا قد السيركمفرنس بتاعت السيركل بتاعت السيركل ام in terms of باي. طيب تعالى بقى ركز معايا بمنتهى البساطه كده، ركز بقى. يعني لو انت اعتبرت ان ده 6 وده 8، هتجيب ده بايثاغورس، هتعمل سكوير روت 6 باور 2 بلس 8 باور 2 هيديك 10. يبقى ده ب 10، يبقى دي 5 ودي 5، يبقى الراديوس ب 5. انت عايز ايه تاني؟ او الديامتر ب 10 على طول. هو عايز السيركمفرنس باي دي، يبقى باي تايمز 10، يبقى 10 باي. بس هو كلمه ان ترمز اوف باي يعني سيبها باي زي ما هي ما تغيرهاش، هو ده معناها. طيب ده نفس الاسئله بس بتتكرر بطريقه ثانيه. هنا اهو ده مين؟ ده ار. ده مين؟ ده اتش. حل اي سؤال. صعبان عليا ازود لك وقت الفيديو؟ طبعا في ناس فاكره يا مستر ست الاسئله دي ليه؟ ما هي نفس الفكره يا بابا. طيب دلوقتي بقى دخلنا على درس اسمه الديستنس بتوين تو بوينتس. تعال الخص لك الدرس ده. الراجل بيديك اوردرد بير بوينت ويديك بوينت اهي. لو انت مش شايف الاي 3 اند نيجاتيف 5، البي 7 اند نيجاتيف 2، يطلب منك الاي بي. لو انت بتعرف تجيب ازاي الديستنس، الدرس ده كله خلص. الباقي كله شويه ملحوظات هقولها لك وخلاص. طيب اجيب الاي بي ازاي؟ قال لك بتعمل سكوير روت براكت بار 2 بلس براكت بار 2. ماشي يا مستر. هنا احط x1 ماينس x2 وهنا احط y1 ماينس y2 من غير قانون ولا وجع دماغ. تعمل سكوير روت براكت بار 2 بلس براكت بار 2 شبه بايثاغورس. تاخد يلا 3 ماينس 7 اهو، نيجاتيف 5 ماينس نيجاتيف 2. خلي بالك هنا في نيجاتيف اصلا، في ماينس بتاعت القانون، فيبقى نيجاتيف 5 ماينس نيجاتيف 2. خلي بالك يعني بلس 2 على طول. واحسب هتديك 5 ان شاء الله. تكتب لينس يونت. انا مش همسك ولا مساله ثانيه النهارده اجيب لها ديستنس. خلاص انت فهمت بتجيب الديستنس ازاي بتوين تو بوينت. تعمل سكوير روت براكت بار 2 بلس براكت بار 2 x1 ماينس x2 y1 ماينس y2. خلصنا. ماشي يا مستر زي الفل. طيب ايه بقى مشكلتك بقى؟ تعال اقول لك ايه مشكلتك. هيجي يديك، انا بقى اقول لك كل الافكار. هيجي يديك ايه كذا وكذا وبي كذا وكذا وسي كذا وكذا، ويقول لك اثبت ان الاي والبي والسي كولينير. هتروح تجيب اي بي ديستنس بنفس الطريقه، تروح تجيب بي سي. كلمه بي سي يعني ديستنس، ها. تروح تجيب الاي سي وتعمل بلس للرقمين الصغيرين اللي هيجوا لك. بكلمك بالبلدي يديك الكبير كده بقوا كولينير. اول فكره تيري. نفرض قلت لك اثبت لي ان الاي بي سي دي فيرتيسيس لترينجل. يلا راوند 2. هتروح تجيب الاي بي وتجيب البي سي وتجيب الاي سي، ولازم الصم بتاع الرقمين الصغيرين يبقى اكبر من الكبير. اكبر ساعتها يبقى دول فيرتيسيس لترينجل. تيري. خش على الفكره الثالثه. اثبت ان الاي بي سي ترينجل ايزوسيلس. هتجيب اي بي وبي سي واي سي وتلاقي اتنين قد بعض والتالت مش قدهم. تيري. اثبت ان ترينجل اي بي سي ايكولاترال. هتجيب اي بي وبي سي واي سي والتلاته يبقوا قد بعض. تيري. طيب هتجيب اي بي وبي سي واي سي، لو التلاته مش قد بعض يبقى سكالين. طب ازاي اثبت ان الترينجل اي بي سي رايت او اكيوت او اوبتيوس؟ طبعا احنا اتفقنا ان انت هتروح تجيب الاي بي هيطلع برقم، والبي سي هيطلع برقم اكيد مش بعفريت، والاي سي هيطلع برقم. تمسكهم كلهم تعمل لهم باور 2. اي بي تعمل لها باور 2، تمسك الناتج يعني. بي سي تعمل لها باور 2، اي سي تعمل لها باور 2. في حاجه صعبه؟ طيب تمسك الاثنين الصغيرين تعمل لهم بلس بقى على جنب. يعني مثلا نفترض ان الاثنين الصغيرين بي سي سكويرد واي سي سكويرد، تعمل لهم بلس بعد ما تكون عملت لهم باور 2. ركز. وتسيب الاي بي سكويرد لوحدها. تاني راح اجيب اي بي بي سي اي سي، اعمل لهم باور 2 امتى؟ لو سال لي رايت ولا اكيوت ولا اوبتيوس. عملت لهم باور 2 الثلاثه اهو. واخد الاثنين الصغيرين السكوير بتاع الاثنين الصغيرين اعمل لهم بلس واسيب الكبير لوحده، وابدا اشوف ايه العلاقه بينهم. لو لقيت ايكوال يبقى الترينجل رايت، خدناها قبل كده. لو جريتر ذان يبقى الترينجل اوبتيوس. لو ليس ذان يبقى اكيوت. اقعد. طيب ماشي يا عم، مش محتاج اقرا لك حاجه، احنا قلنا كل حاجه. طيب نفرض بقى اداك ايه
بي، ما هو اي انسان في الدنيا يعرف يجيب الديستنس، مشكلتك تبقى عارف هتعمل ايه. سي دي 4 بوينتس بقى. قلت لك اثبت ان البوينت A B C D فيرتيسيس لباراليلوجرام. دي الفكره الكام دي تقريبا؟ كولينير فيرسيس ترينجل كولاترال ايسوسيلز سكاري رايت اكيد اوبتوس. 8 افكار في دقيقتين. فاكره التسعه. ازاي تثبت ان الاي بي سي دي ده باراليلوجرام؟ هتجيب اي بي وبي سي وسي دي واي دي. اي بي بي سي سي دي اي دي لازم تلاقي اتنين قد بعض واتنين قد بعض، يبقى الشكل باراليلوجرام. طب ازاي اثبت ان الشكل ريكتانجل؟ نفس الكلام، هجيب اي بي بي سي سي دي اي دي اي سي بي دي. ايه اللي انت بتقوله ده يا مستر؟ انت بتلعب ولا ايه؟ لا، انت هتجيب الفور سايدز عادي وعليهم بقى التو دياجونالز. فانت لو عايز تجيب دياجونال تقول ايه وتاخد اللي بعد اللي بعديه. ايه يبقى ما اقولش بي، اي سي. بي ما اقولش سي، بي دي. لازم تلاقي هنا اتنين قد بعض واتنين قد بعض والتو دياجونالز كمان قد بعض، يبقى الشكل ريكتانجل. طب سكوير، خلينا في الرومبس الاول. رومبس اي بي وبي سي وسي دي واي دي والاربعه قد بعض. طب سكوير اي بي وبي سي وسي دي واي دي الاربعه قد بعض، وتجيب التو دياجونالز كمان يطلعوا قد بعض. طيب ازاي اثبت بقى؟ يقول لك ايه؟ بروف ذات ان البوينت A مثلا بكذا وكذا وB مثلا بكذا وكذا لاينج اون ذا سيم سيركل، ويديك السنتر بتاعها مثلا كذا. هتروح ام مثلا، تروح تجيب الام A وتروح تجيب الام B، ولازم يطلعوا قد بعض عشان دول رادياي بيبقوا ايكوال. وساعتها اي واحد منهم هتعتبره الار، ممكن بعد كده يطلب منك الاريا، يطلب اللي يطلبه. تمام؟ بص كده اهو، فايند ذا اريا اوف ذا سيركل هوز، مديك السنتر، مديك ده اهو، وبيقول لك بيعدي من البوينت 3 ونيجاتيف 6. يعني انت تروح تجيب الديستنس بينهم. اجيب الديستنس ازاي؟ ما احنا قلنا بقى، انت بتعصبوني ليه؟ يلا، نيجاتيف 3 ماينس 3 اهي، و2 ماينس نيجاتيف 6، وتحسب الاجابه اللي هتيجي دي هي الار. فتروح تستخدم القانون باي ار سكويرد وتجيب الاريا عادي وشكرا. تمام؟ طيب يا باشا، طيب يا باشا يا متدلع. طيب لما يجي يقول لك عايز ديستنس، خلي بالك دي بوينت اهي نيجاتيف 7 و24، وهو عايز الديستنس من الاوريجن. الاوريجن اللي هي 0 0. تقرفش نفسك، خد سكوير روت ده باور 2 بلس ده باور 2 على طول. نيجاتيف 7 باور 2 بلس 24 باور 2، وشوف الناتج على طول. تمام؟ طب لو قال لك عايز الديستنس بين البوينت نيجاتيف 2 و3 والاكس اكسس، انا بديك مسائل مهمه. اكس اكسس تعمل ايه؟ الاجابه هتاخد الواي دي 3، بس طبعا لو في نيجاتيف تشيله منها. طب اقول لك عايز الديستنس بين البوينت دي والواي اكسس، تاخد الاولاني ده بس تشيل منه النيجاتيف، يبقى 2 يونتس. خلاص؟ طيب، وعملنا اللي علينا وخليها على الله. على الله فعلا. اهو بروف ذات ان البوينت A وB وC ار كولينير. هتروح تجيب AB. اديني بقول لك، انت طبعا مش قاعد زي انا اقول لك تجيب، انت تقول لي ماشي يا مستر هبقى اجيب ان شاء الله بكره. وقف الفيديو وحل يا بابا. طيب اجيب AB والBC والAC، ولازم تعمل بلس الاثنين الصغيرين يبقى ايكوال الكبير. هنا عايزك تثبت ان هي فيرتيسيس لترينجل رايت، هتجيب AB وBC وAC. احنا قلنا بقى مش هتلاقي فكره مختلفه عن اللي انا قلتهم لك ان شاء الله. طيب خصمك عمال يعيد في نفس المسائل، بس احنا كده كده مش عبط. احنا بفضل الله في الفيديو ده مع الفيديو بارت 2 اللي جاي لك هيكون معاك يا باشا مراجعه الشهر كلها. يعني نقول حوالي سكه ساعه. الفيديو بارت 2 هيبقى فيديو صغير، سكه ساعه خدت لك كل الافكار اللي انت محتاجها. تمام؟ طيب ان شاء الله فاضل لحضرتك درس السلوب اوف ذا ستريت لاين وبعض التوقعات. تاني فاضل لك درس السلوب اوف ذا ستريت لاين وبعض التوقعات اللي انا متوقعه ان هي تجي لك في امتحان شهر ابريل. دي عاملها لك في فيديو بارت 2، واحطهم لك بقى بارت 1 بارت 2 على المنصه. بارت 1 طبعا نزل لك فور فري على اليوتيوب. برضه نفس الكلام في الباكج اللي هينزل فور فري، هينزل نص المنهج وهينزل فيديو واحد من التوقعات. لكن حل المحافظات بارت 2 من التوقعات، شرح المنهج بالكامل، اللينك بتاع الزوم، كل ده هيكون خاص بالباكج بس. بتنساش يا حبيب قلبي بكل بساطة تشترك في باكج ليلة الامتحان من غير أي مشكلة خالص. تروح تحول المبلغ 130 على الرقم اللي قلت لك عليه 0155، يعني 015548222405. تبعت السكرين، هتدخل قناة على التليجرام، هتعمل لها بن تثبتها كده من فوق عشان ما تضيعش منك، اسمها باكج ليلة الامتحان بريب 2. بإذن الله بوعدك إن مش هيخرج عنها ولا امتحان شهر إبريل ولا امتحان آخر السنة. وهو ده المهم طبعا، امتحان آخر السنة. هديك المحافظات، انت عايز ايه اكتر من ان انا ادي لك حل المحافظات
واشرح لك المنهج بالكامل واحل لك على المنهج بالكامل واعمل لك توقعات ليله الامتحان، وكمان اعمل لك لينك زوم تسالني في الاخر براحتك. باذن الله مش هتكون محتاج اي حاجه تاني. والناس اللي فاكره ان انا هعمل لك 60 فيديو، لا يا حبيب قلبي، كل فيديو هيكون نص ساعه، في فيديوهات هتبقى تلت ساعه، كلهم 6 فيديوهات 5 فيديوهات. يعني انت كل ما هتذاكر تلت ساعه هتقفل الماس ان شاء الله في الاخر. ويا رب ويا ريت تبلغ زمايلك بيه النظام بتاع باكج ليله الامتحان ده، وتعمل لايك وسبسكرايب كده وكومنت حلو، وتبعت اللينك لزمايلك كمان في الجروبات اللي موجوده على الواتساب، وتشيروا لنا كمان فيديوز على التيك توك كده وتعملوا لنا منشن ان شاء الله. واللي عايز يعرف الصفحه بتاعتي على التيك توك كمان هيلاقيها على التشانل من بره. تمام، اعملوا لنا فيديوهات حلوه كده، وربنا يوفقكم ان شاء الله ويزيدكم بالتوفيق ليكم، ومع السلامه. باي.